ازيكم عاملين ايه؟ وصفة النهاردة وصفة حلوة جدا جايه لكم النهاردة بجد بوصفة تحفة. عايزة اقولك مشروب هايل. مكوناته عبارة عن كيكة. انا لو عندك كيكة نشفت والولاد مش هياكلوها تقدري تستخدميها. انا عندي كيكة هنا كنت عاملاها، بس طبعا هي ما نشفتش، هي بتتاكل عادي جدا، بس انا حبيت اجرب بيها الوصفة. وهنحتاج معانا نوتيلا شوكليت ونوتيلا وايت، ومعانا كمان لبن، وده الكاس اللي هنحط فيه، ومعانا نوتيلا دي للتزيين، ومعانا كمان كريم شانتيه، ومعانا زي ما قلت لبن ساقع. كيكة بأي كمية بقى. انا هنا عندي يعني ما يعادل كوبايه حلوه من الكيكه. هحط عليها موس الفانيليا وكريم شانتيه خام. وموس الفانيليا هنا اختياري، بس انا حاطاه بيدي طعم حلو. هحط بقى معايا معلقتين كبار من النوتيلا الشوكولاته، ومعلقتين كبار من النوتيلا البيضه. تمام، هحطهم بقى كده في الخلاط. ومعانا كوبايه لبن ساقعه هنحطها كمان، وهنضرب المكونات دي كلها مع بعض لحد ما تتجانس. انا هنا ما استخدمتش سكر خالص في الوصفة بتاعتي، اعتمدت على السكر اللي موجود في النوتيلا واللي موجود في الكيكه. خلصناها بقى، معانا بقى الكاس بتاعنا او الكوبايه اللي احنا هنقدم فيها. هنعمل خطوط عشوائيه بالنوتيلا كده زي ما انتوا شايفين. بجد عايزه اقولك طعمها روعه، تقدري تعمليها وتقدميها لضيوفك، بجد هتشرفك جدا. كمان عايزه اقول ان الوصفه دي حلوه جدا جدا. بتتقدم كمان في الكافيهات على فكره. بنعملها بقى كده بتزيين، ممكن تستغني عن التزيين برضو دوت، مفيش اي مشكله. انا بدي جارنش بس كده. تمام، خلصنا بقى كده، وهبدا اجيب الكيكه بتاعتي او مشروب الكيكه بتاعتي، ونبدا نصبه في الكوبايه بالشكل ده. المقدار ده عمل لي كوباية ونص تقريبا، يعني التانية دي جت كوباية الا ربع بالظبط. تمام، هبدأ بقى احط خطوط كده بين النوتيلا، وده الشكل النهائي للمشروب بتاعنا. بجد طعمه روعة، جربوه مش هتندموا. دي كانت وصفة بسيطة جدا، حبيت اقدمها واشاركها معاكم النهاردة بفكرة بسيطة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك. لو حاسة اني استفدتي من الفيديو والفيديو عجبك، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، وانتظروني في حلقات جاية كتير ان شاء الله. كنت معاكم النهاردة بوصفة سهلة وبسيطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.